ازيكم عاملين ايه؟ في نهاية الحلقة اللي فاتت قلت هكمل الحلقة الجاية عن تقنيات فسيولوجية بتساهم ان الواحد يقل شعوره بالألم، انه يقدر يستحمل يتحمل. ايه التقنيات الفسيولوجية بقى؟ أول تقنية الفص الجبهي. ايه هو الفص الجبهي؟ منطقة هنا في المخ. المنطقة دي مسؤولة عن ايه؟ عن التحكم في الذات، عن القيادة، السلوك، تحقيق الأهداف، عن حل المشكلات. منطقة مهمة جدا في المخ. لو انا عايز اتحكم في نفسي لازم المنطقه دي تكون شغاله. في مقال قريته في سياسه بوست مره عن التحكم في الذات وتقويه الاراده، بيقول لك ان الفص الجبهي بيخسر في معركه البحث عن الطاقه ما يكون متوتر. لما الانسان يكون متوتر الفص الجبهي بيخسر. فانا لازم عشان الفص الجبهي ده يشتغل كويس جدا لازم خفض التوتر. ازاي خفض التوتر؟ انا قلتها قبل كده كتير يعني، حس المحاضرات اللي فاتت. ان اخد نفس عميق واعد العشرة كل شويه واخرج النفس، ده خفض توتر. ان انا اجيب كره اعصاب واقعد اعمل عليها كل شويه اتمرن عليها، اي ارتخاء عضلي بيقابل ارتخاء نفسي، ده خفض توتر. ان انا بكل بساطه اكتر من شرب النعناع، اليانسون، البرتقال، الليمون من غير سكر بيخفض التوتر بتاعي. ان انا اجيب ورقه فاضيه اكتب فيها كل اللي شايله في قلبي، واكتب اي كلام تافه او حتى شتيم لحد ما الاقيش حاجه اكتبها. اكرر الحكايه دي كام مره وكل ما اخلص احرق الورقه اللي جوايا بتفرغ، انفعالي بيقل، ده خفض التوتر. نفضفض مع حد، ده خفض التوتر. اللي انا اجيب مخده واقعد اعضها لما كنت زعلان او اقعد اضرب فيها جامد تخيل اللي مزعلني، ده بيخفض توتري، بيخفض انفعالي. دي نقطه. النقطه الثانيه الرياضه. الفص الجبهي بيحتاج دم علشان يشتغل كويس. اما انا اجري 10 دقايق او انط الحبل 10 دقايق ورا بعض، معدل ضغط الدم عندي بيزيد، الفص الجبهي يشتغل احسن، بلاقي نفسي اللي انا بقدر استحمل اتحكم في نفسي احسن. باراك اوباما كان مدمن مخدرات وهو في سن المراهقه. بيقول من الحاجات اللي خلته يبطل مخدرات انه كان كل يجرب 3 4 ايام في الاسبوع كان بينزل يجري ساعه. بيشغل فص الجري، يخلي الفص الجبهي يشتغل عنده كويس، بيقدر يتحكم في نفسه، يبطل ادمان. فدي نقطة مهمة جدا. أي حد بيدمن مخدرات، بيدمن سجاير، بيعمل أي حاجة سيئة بيدمنها، لو هو قاعد يجري كل شوية إيه اللي هيحصل له؟ الفص الجبهي بيشتغل عنده كويس جدا. إيه اللي يحصل ساعتها؟ بيقدر يتحكم في نفسه أحسن، ما بيستسلمش للإغراء. إيه برضو من الطرق اللي تقوي الفص الجبهي؟ حل المشكلات. حل المشكلات بكل بساطة كده، فيديو شفته على إيه؟ على قناة سلافوفيتش. ما واحده بتتكلم عن علاج المماطله وبتقول ان المماطله دي عاده، وان انت لازم ان جزء العادات هو اللي بيشتغل في المخ ساعه ما بتكون تعمل اي حاجه فيها مماطله. بتقول نقص الفص الجبهي. طب نقص الفص الجبهي ازاي؟ نعد بالعكس، نعد 5 4 3 2. ده نوع من مشكله العد بالعكس، ده مشكله وبيحتاج تركيز كامل من المخ عشان اعرف انزل بالعكس. انا دايما بقول لاي حد بيجيله ارق، لما بيكون عندك ارق بيكون افكار سلبيه مسيطره عليك، ساعه ما تيجي تنام مش عارف تنام منها، عد من 200 بالعكس. التمرين انا قريته فهل تعلم. غمض عينيك وخد نفس عميق كم مره كده وخرجه واهدى، وغمض عينيك وعد وايه، عد 200 199 كذا كذا كذا. بشغل الفص الجبهي في حاجه غير التفكير السلبي، فالواحد بيتعب وبينام. هنا بقى الواحد بيفوق، الفص الجبهي بيشتغل. اي عاده انا بعملها متعود عليها، على باكل مثلا كتير، بشرب سجاير، بيكون فص الجبهي نايم. طب لو حسيت صحيت الفص الجبهي عن طريق الرياضه او عن طريق بكل بساطه كده اللي انا ايه، اقعد اعد بالعكس من رقم كبير، مش لازم من 5، لا، كل ما المشكله تكون صعبه زود الرقم، خليها 200 مثلا. يعني الفص الجبهي يشتغل احسن، بلاقي نفسي بقدر اتحكم في نفسي احسن.
غير كده برضو قصة كنت دايما بقراها عن ايه، عن التحكم في الغضب. لما الجد قال لي لحفيده لما تلاقي نفسك بتغضب اضرب دق مسمار. هي الفكرة كلها ان انا في اي موقف بحس فيه بفقد فيه التحكم في ذاتي، اتخيل الموقف ده. يعني مثلا انا بحب اغضب كتير، بكل بساطة كده اشغل الفص الجوي في نفس الوقت. انا افتكرت موقف بيخليني ازعل، احس نفسي اغضب، زي ما عمل كده اضرب مسمار. قصة قديمة بس فعلا فيها تشغيل فص الجبهي. الفص الجبهي مسؤول عن الانشطة الحركية، فانا بضرب المسمار بيشتغل الفص الجبهي المسؤول عن التحكم في الغضب. الاقي نفسي لا مسكت نفسي، وانا وعدت نفسي كل شوية مثلا ايه تمرين التحكم في الغضب. ازاي اتحكم في غضبي؟ افتكر مواقف وريت بالكتاب، اكتب موقف زعلني او ضايقني جدا اكتبه، بحس بالغضب واروح ضايق مسمار، او اعمل اي حاجه فيها حركه، العب رياضه مثلا، اقعد انط الحبل اجري 10 دقايق. مره في مره ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا بربط بين الغضب وتشغيل الفص الجبهي مع بعض، ده ارتباط شرطي. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ الغضب بيخلي الفص الجبهي يشتغل، بلاقي نفسي متحكم في نفسي. قبل كده ما اقدرش اتحكم في نفسي، مش مشغل الفص الجبهي. فالفص الجبهي مهم جدا في التحكم في نفسك. بشغله ازاي؟ عن طريق حل المشكلات، نعد بالعكس اي مشكله بواجهها، قصدي اي موقف بحس ان انا فيه مش قادر امسك نفسي، اقعد اعد من 200 بالعكس، مش اقول 5 لان دي هتاخد وقت قصير، عايز رقم معقد شويه. الانشطه الحركيه، اعمل الرياضه، كل ده بيخليك تتحكم في نفسك احسن. ايه غير كده برضو؟ المخلل. مقال في ساسا بوست بيقول تناولته كليوباترا تاريخ الخيار المخلل. بيتكلم في اخر المقال عن حاجه طريفه جدا، مباراه كره قدم في امريكا. مباراه كره قدم على فكره في امريكا اللي بيبقى واحد بيمسك حاجه في ايده كده كوره وبيقعد يجري بيها، وبيقعدوا يتلموا حواليه يضربوه ويوقعوه. لما كره القدم المتعارف عليها بتاع كاس العالم دلوقتي دي اسمها عندهم سكر. فالمهم ان هو ايه، بيقول لك انه فريقين دخلوا لبعض والدنيا كانت حر قوي. المقال في ساسا بوست تاريخ الخير مخلي تناولاته كليوباترا، ان هما دخلوا الفريقين لبعض في وقت حر جدا. فالمهم الفريق كسب فرق كبير، فسالوا مدرب الفريق انت ازاي جبت النتيجه دي؟ قال بكل بساطه كده كنا دايما بنتعود الفريق بتاعي يشرب عصير مخلل. وبعد كده راح كاتب لك دراسه علميه بتأيد الكلام ده ايه، ان بكل بساطه كده ان ثبت ان المخلل، عصير المخلل او المخلل بشكل عام، بيقلل التشنجات العضليه اسرع من الميه. غير كده برضو المخلل بيرابيوتيك اصلا، ودكتور كريم علي اتكلم عنها في فكر تاني ليه فايده علميه. بيقول لك ايه، ان اصلا المخلل بيأثر على الامعاء، بيدي الامعاء بكتيريا نافعه. البكتيريا النافعه دي بتعمل ايه؟ بتعمل على افراز هرمون السيروتونين من الامعاء. الهرمون السيروتونين بيفرز في المخ او نسبه كبيره منه في الامعاء. الهرمون ده بيخليك تحس بالسعاده. غير كده من وظائف هرمونات السعاده زي السيروتونين والاندروفين والاكسيتوسين. بيقول لك كيمياء السعاده، هرمونات السعاده دي بتعمل ايه؟ غير ان هي بتخليك تحس بالسعاده، هي بتقاوم شعورك بالالم، بتقلل شعورك بالالم. فالتقنيات الفسيولوجيه اتكلمنا عنها هي الفص الجبهي وعصير المخلل. قلنا ازاي ايه نستخدمه عشان نقلل شعورنا بالالم، ان احنا نستحمل، نتحكم في نفسنا. دلوقتي خلصت باذن الله قوه الاراده. باذن الله المره الجايه بقى نتكلم عن تطبيق عمل قوه الاراده في ايه، في مجال التخسيس. نتكلم شويه عن الجوع، الشبع، ده بقى موضوعنا الحلقات الجايه ان شاء الله عن اذنكم.